لا ماتش ودي بنسخن ماتش ودي كتير يا نجمات شايفك ولا عيبة بتستاهلوا الطرد عقبال الكاس لا ينفعوا في يوم من الايام في سنه من السنين كنت قاعد بحتسي كميات كبيره من البيبسي والفرايد تشيكن، لقيت يوتيوب بيقول لي يا ابن الحلال فاضل لك 3 جنيه وربع عشان تعرف تسحب فلوسك. تهدى بالله يا ابني، قوم افتح الكاميرا تورك، حتى قوم اعمل فلوج طرطر في شلالات نياجرا، قوم اعمل اي حاجه يعني فوق لنفسك يا ابن الميت. بصيت لنفسي في المرايه لقيت نفسي تخنت بقى، يعني بقيت شبه العربيه نص نقل، لا انت عارف ده تخين ولا رفيع ولا جنابك اللي بقت واخده ناصيه على التسعين الجنوبي. قررت ان انا اهتم بصحتي بقى، يعني هو العمر فاضل فيه قد ايه؟ دخلت بقى اشوف الطب اليومين دول على ايه، يعني قعدت حبرش شويه في التيك توك، دعكت لك حبتين في التيك توك، وطلعت لك بخيره الدكاتره والاستشاريين اللي هيعلموك ازاي تحافظ على صحتك بجد بقى. اخلص بقى من السمنه المفرطه والدهون الثلاثيه والخرا اللي انت عايش فيه ده، تعمل فورمه بقى، يعني تبقى فت، يمكن تعرف تشقط البيت اللي انت عايز تشقطها من روضه زايد، بس مكسل عشان هي بتسمع دوجا كات وانت بتسمع حمو المرشدي. انت اصلا كل اللي تعرفه عن حمو المرشدي ان هو بيشوط الاخصام بالاكسدام، يعني دي اخر حاجه انا شخصيا توصلت لها، يعني بعد ما خدت كورس فونيتكس. طبعا انا عمري ما اتكلمت عن دكتور ضياء العوضي، اي حد يعرفني او بيحبني يعني عارف ان انا بحب الراجل ده فشخ، يعني انا كان نفسي جدا يبقى خالي بجد، كان نفسي اصطبح معاه. قلت عيد احياء ذكرى دكتور ضياء العوضي ونشوف بقى، يعني نشوف الراجل ده بيقول اي كلام ولا الماسونيه فعلا هي اللي خلصوا منه بقى عشان يحافظوا على المبيعات بلبن والمتكندره. اللي عايز يسمع كلامي ما ياكلش لا بطيخ ولا مانجا، اللي عايز ياكلهم يبقى بره النظام بتاعي. ليه؟ انا حر بقى، يعني حد سأل بتاع الكيتو انت عملت كده ليه؟ بيضروا الجسم، بيموتوا ساعتها. حقيقي يعني حقيقي فعلا هو ده التفسير العلمي لكلام دكتور ضياء. ليه ما ينفعش تاكل بطيخ ولا مانجا؟ عشان انا حر. سهله، انا بالنسبه لي كبني ادم اللي ياكل شيتوس بافس ما يجيش يسلم عليا الا لما يغتسل، ومش عشان انا حر اطلاقا، يعني عشان ريحه ايدك هتبقى اوسخ من ريحه واحده يعني لابسه بادي كارينا بوليستر في ميكروباص السلام، بس اللي بتاكل بسله، يعني لسانك ما يخاطبش لساني، بعد اذنك روح شوف لك حمام عمومي رجع فيه وتمضمض بالسترين وبتعالى كلمني. بعدين قال لك كمان اللي ياكل بطيخ ومانجا ده بيموت وقتي، هو قرر اللي ياكل بطيخ ومانجا ده بيموت، ان ما ماتش بيتعمل له ريسبون في الاوبيسي، تصحى بقى تلاقي نفسك تحولت لرضعه الاسد بقى، تقعد تعمل مهمات لحد ما ترجع بني ادم تاني. الف رحمه ونور عليك يا دكتور ضياء، والله الله يمسيك بالخير. يعني وانت مين الفاجر اللي فتح لك طب في التنسيق؟ يعني السكر ما بيقللش المناعه؟ ازاي؟ قولي لي آلية يعني ازاي السكر؟ في ابحاث علميه لا. بتقول كده. آليتها حضرتك دلوقتي كل ما تروحي مكان فيه حريقه تلاقيني قاعد هناك، ده معناه ان انا سبب الحريقه؟ لا بس نقطه، خلصت الكلام. لا خالص، يعني لو انت موجود في كل الاماكن اللي بيحصل فيها حريقه يبقى انت مش سبب الحريقه طبعا. يعني اكيد ابن العايقه اللي عمل التكييف على 18 وسايبه طول الليل. انا كنت من وانا طفل يعني صغير، كان بابا ما بيحبش ياخدني معاه في حته. ليه؟ عشان كنت دايما اعلق، ودايما لما اخد امر تلاقيني سكت شويه قبل ما انفذه. يعني مثال ابويا في سن 7 8 سنين كان عنده ساعه قديمه كده فاداها لي، فلبستها في ايدي اليمين زي كده، فجاه ماما جت قالت لي لا هي الساعه في الشمال، فقلت لها ليه يا ماما في الشمال؟ قالت لي هي سكتت شويه مش عارفه ترد، قالت لي ايه؟ اصلها بتعمل تك 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 والقلب بيعمل تك تك تك، فالقلب في الشمال فالبسها في الشمال. انا من وانا صغير بابا ما كانش بيحب ياخدني معاه في اي حته خالص، كنت بقعد احور. اما كنا نروح ناكل ويطلبوا لي هابي ميل تشيكن كنت اقول لهم لا، انا عاوز توست الحبه الكامله، عاوز اللعبه تبقى مصنوعه من اليورانيوم، عاوز اللعبه تبقى يورانيوم مخصب عشان البلاستيك بيجيب سرطان. ماما جت قالت لي البس الساعه في ايدك الشمال وانا قلت لها ليه، فسكتت شويه ما عرفتش ترد طبعا، يعني بصيت لي كده وقالت لي ايه يا دي ده. عشان كده مفيش حد بياكل بيض غير وهو عنده جيوب انفيه. اتمنى يكون صوت واضح. لا في ناس بتاكل بيض ما عندهاش جيوب. استحاله، ما تقوليش فيه استحاله، هاتي لي اسمه، قولي محمد منير مثلا. انا باكل بيض ما عنديش جيوب. عندك جيوب انفيه بقى، وعندك بلغم على صدرك، وبيجيلك ادوار برد من وقت للتاني. خلاص خلصت. ده طبيعي. ما بيجي عندك جيوب انفيه، عندك بلغم على صدرك، وبيجي لك ادوار برد من الوقت للتاني، واللي في جيبك مش ليكي، اللي في قلبك على لسانك. هو مبدئيا يعني دي مش اعراض لاكل البيض، يعني دي اعراض اي حد بيشرب تارجت او كليوباترا. يعني اسوأ حاجه البيض ممكن يعملها فيك انه يبقى اومليت ويلزق في الطاسه، ده اقوى اذى البيض ممكن يسببه لك. فما كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخر. مفيش حاجه اسمها انا عيان سكر بقالي 9 سنين. ليه يا حبيبي؟ وانت سيدنا ايوب؟ ده انت يا ابني عديم الذكر ولا حاجه، انت ليه تاغي المرض ده كله؟ لا مفيش حاجه، كل ده مصطنع. ايه دي مين انت عشان يجيلك سكر 9 سنين؟ معاك اكسل انت ولا باوربوينت ولا انجلش سي 1؟ تعديم الذكر انت.
انت اخرك شويه حصوه في الكليه ولا اسهال بعد الماتش. لما 9 سنين عندك سكر مش منطقي تقرا بيه انت للسيد البدوي يعني. بص، في واحد اسمه كريم السيد بيقول لك انت عيان يا اخويا ومحتاج دكتور. سبق وقلت لكم ايه؟ مفيش حد اسمه كريم راجل اصلا بالمناسبه في العموم. وانا هسيبك على فكره معايا على الصفحه دلوقتي، يعني راجعها في اللي حواليك في دايرتك. لو طلعت لي واحد اسمه كريم واحد هبطل الشغلانه، واحد بس. مفيش حد اسمه كريم راجل. دكتور ضياء اللي بيجي على سكته بيلغيه من النظام بالاسم. الخطوه اللي بعدها لو واحد اسمه حسين ضايقه هيقول لك مفيش واحد اسمه حسين ما عندوش ايدز، او في واحد اسمه جرجس ضايقه هيقول لك مفيش واحد اسمه جرجس معهوش خط اورنج. اساسا يعني دكتور ضياء بعد ما مات اكتشفنا كلنا ان كان عنده اخ اسمه كريم، واخوه ما رضيش ياخد عزاء اساسا. يعني قال لك عمه خلصان، عم مفيش راجل اسمه كريم ولا في واحد اسمه كريم هياخد عزاك. بخلي بقى النوتيلا والبراون توست ينفعوك في اخر. يعني على راي الشاعر، السبت الحد والاثنين والثلاث والاربع والخميس والجمعه اجازه. الحمد لله. مفيش حد بياكل فراخ ما بيجيلوش كوابيس وبيحلم الناس بتجري وراه وبيخنقوه. مفيش حد بياكل فراخ ما بيخافش من الضلمه. انا بقول لك، وقلت الكلام ده زمان من 7 8 سنين. انا بقول لحضرتك اهو براهن، مفيش حد بياكل فراخ. الايرانيين ما بياكلوش فراخ، عشان كده تلاقيهم ايه بيخبطوا في بعض وما بيخافوش. هو ما عندوش هرمونات تخوفه اصلا، لكن مفيش حد بياكل فراخ وما بيخافش، عشان كده هم بيخافوا مني اصلا. طيب انا ما اعرفش هو جاب منين الايرانيين ما بياكلوش فراخ. يعني انا اللي اعرفه ان الايرانيين ما بيحبوش حاجتين، ترامب واليورانيوم الغير مخصب. كده انا باكل فراخ على فكره. انا من كتر ما باكل فراخ يعني وصلت لمرحله اني لما بتصل بحضرموت من غير ما اتكلم الاقي اللي بيرد عليا بيقول لي استاذ علي ازاي حضرتك يا فندم، زودنا لك زبيب على الرز وتوصينا بالسلطات والطحين، وبنخش فيديو كونفرنس كلنا بقى يعملوا لي شو ملوخيه تقديرا للعشره وعادي ما بيجيليش كوابيس خالص. انا افتكر اخر كابوس جالي كنت بجري من تامر الجيار وهو كان ضخم فشخ، ضخم كده في الحلم وعمال بيجري ورايا بيقول لي ليه كات. الدكتور ضياء عنده حق ولا انا اللي بقيت بنزل بالمدلع زياده اليومين دول؟ حبيب دين امي، اشكرك يا حبيبي. السجاير مش ضاره، فطالما مش ضاره انتهى عنها امر الضرر والضرار، نقطه. مش عايز هري. عايز تهري اهري بقى. انت عايز تهري اهري، ما يخصنيش كلامك، وكلامك لا مؤاخذه يعني تلفه وتحطه في ودني. فعشان خاطر اقعد على امه كامله اقول لهم السجاير تسبب العقم، السجاير مضره بالجنين، السجاير مضره بالبشره، السجاير مضره بجمال بشرتك. انت حره بقى، كل واحد يصدق اللي يصدق. انا عن نفسي الكلام ده بالنسبه لي بلح. انا مش فاهم يعني شركات السجاير نفسها بتكتب لك على علبه التدخين يسبب السرطان ويؤدي للوفاه. شركات السجاير بتقول لك السلام عليكم دكتور ضياء احنا اولاد متنين. صحاب شركات السجاير نفسها بتقول لك على الحرام من ديني لو استخدمت هذا المنتج رئتك هيتلعب فيها تحت البطانيه. انت تقوم قايل لا السجاير مش مضره، ده دخان داخل خارج. اصل رجل الكهف زمان كان بيشيل شعله تقعد تهبب في وشه وما حاسش باي حاجه. طبعا على اساس انك كنت قاعد مع رجل الكهف في 929 وحكى لك عن تجربته بقى. لك والله انا رحت عملت رنين في عين شمس التخصصي ولقيت صدري زي الفل، هو بس الهباب عمل لي هالات سودا تحت عيني. واحد بيقول لك سايب نوبل ليه؟ نوبل هيدوها لامك انت، ما يدوهاليش انا. الواد يوسف احمد محمد يدوها لامك يا يوسف. ليه؟ عشان ده يوسف نوبل بيدوها للمعرضين اللي شبهك، فاهم؟ اللي يتكلم في العبط، اللي يتكلم في دواء، اللي يتكلم في قنبله نوويه، فيدوها لامك واللي شبهها. فهمت القصه؟ يدوها بقى لواحد بيحل مشكله عالم، يحل مشكله مجاعه، يحل الازمه لمليارات، ما يدوهالوش يا باشا. اعتقد ان اي واحد من اتباع دكتور ضياء العوضي عنده ميول مازوخيه، يعني هو بيحب يتشتم، بيخش يبعت لدكتور ضياء يقول له يا دكتور اديني النظام جامد، يعني حسسني ان رخيصه. تخيل واحد بس دخل يقول له انت ليه ما خدتش نوبل؟ قال له نوبل دي ياخدها امك واللي شبهها. مستحيل تكون بتحبه الا لو انت مازوخي، يعني هو بيحسسك بانوثتك. الدكتور اللي معانا بعد كده دكتور جوده. دكتور جوده يا جدعان الراجل ده قلبه على البروستاتا بتاعتك اكتر منك، يعني هو نفسه يشوف مراتك متدلعه اكتر منك. اللي بينزل بعد 5 دقايق ده مريض يتعالج حضرتك. مشروب علاج قله الادب 5 حاجات: متعه الجماع، 12 ساعه مستمره هرمونات مع المراه، مبسوطه وسعيده جدا. انت عارف ان وزاره الصحه قفلت له العياده بتاعته؟ ما اقدرش اتكلم عن الوزاره طبعا، ناس بتشوف شغلها، حماة الوطن، الملائكه البيضاء، بس هو كل ده يعني عشان الراجل بيتكلم في مواضيع شائكه يعني، وعاوزك تحافظ على الحنكلولو. العضو الذكري عند الانسان البالغ العاقل الرشيد من 5 سم ل 7 8 سم، ده الطبيعي دون عند الانتصاب. لكن عند الاشياء العاديه ممكن العضو يدخل لجوه، يعني ممكن ما تلاقيش عضو خالص، تدور عليه ما تلاقوش. فالعضو والخصيه حسب الخناق والبرد والخوف، لو بتتخانق هتلاقي. ساتر يا رب، يعني لا حول ولا قوه الا بالله، يعني ربنا ما يكتب على حد. تخيل تيجي تدور ما تلاقيش، لا حول ولا قوه الا بالله.
اكتبوا لي في الكومنتات يا جماعه، لو دورت عليه وما لقيتوش هتروح تدور عليه فين؟ السلاسل الذهبيه للمراه بتقلل الالام بتاعه منطقه الكتفين، وبتقلل الالام بتاعه منطقه الراس والصداع والحاجات دي. المرأة كانت بتلبس حلقان بيقلل الألم، بتلبس خواتم أو أساور بتقلل الألم، كل ده كان بيشيل الألم بالنسبة للمرأة، ألم الدورة وألم الولادة وألم المحيض وحتى آلام الأطراف. ده موجود من أيام قدماء المصريين. والله أقول لك على حاجة أكبر، بتلبس حزام معدني حوالين الوسط عشان آلام المبايض وآلام الدورة. ده بقى الفيديو اللي خطيبتك هتبعته لك او انت رايح تقرا الفاتحه على طول، اول ما تبعت للحلواني انستا باي ثمن الجاتوه، اول ما يجي لك كده ابروفد ترانزاكشن هتلاقي الفيديو ده مبعوت لك على طول. المرحله اللي بعد الحقني الموبايل بتاعي اتكسر، معيش فلوس اجيب غيره، من هنا تعرف انه خلاص. يعني لو في مره بعد الجواز قلت انا معيش فلوس، تعرف بقى ان السبوتات بتاعتك في الخروج بعد كده هتبقى محكمه الاسره. شوف عيالك بقى مرتين في الشهر في مركز شباب حمامات اسوان، بتعوز تاكل هتلاقي مندوب طلبات طالع لك بالاكل وراه محضر من المحكمه بيمضيك عشان وراك مواعيد قايمه ونفقه متعه. المروحة ألعن من التكييف. اللي بينام تحت مروحة ده أبشر، اللي بينام تحت مروحة ده جيوب أنفية، زوره مقفول، عضلات جسمه كلها متكسرة، فشل كلوي، ضعف مناعة، إسهال، يقوم من النوم كأنه متدغدغ. مروحة فوق السرير دي جريمة. بالمواصفات اللي انت بتقولها دي انا كان زماني متوفي من سكه 13 سنه تقريبا يعني، واللي قاعد بيتكلم ده بنطلون جبردين. انا في مروحتين خابطين في قفايا وانا بصور دلوقتي اكني قاعد في مطار سفنكس. يعني ايه فايده المروحه لو الهواء ما بيجيش عليا؟ ما هي دي وظيفتها اساسا. يعني ده زي الواد اللي لما يتخانق مع صاحبته يقوم مكلم صاحبه يصالحهم على بعض، في الاخر بيحبوا بعض هم، وانت بتتجنن رسمي بقى، تبدا بقى تروح تصاحب واحده سوشيال من اسكندريه وتروحوا شقه خالتها اللي في خالد بن الوليد. اهلا اهلا اهلا، ازيك يا جميل؟ عامله ايه؟ ايه اخبار؟ عنوان الفيديو كده اول حاجه بادئ ذي بدء، تصغير الثدي مش رفاهيه. انت وثديك بقى، يعني لو ناوي تفضل طول عمرك عايش بثديك وقد الكنتالوب كده خلاص روح، انت حر بقى، روح بقى شوف لك سنتيانه اتدرى فيها. معرفش ليه يا جدعان بس انا مخي بيقسم البشر فئات على حسب الشكل بقى والتصرفات. دكتور حسام مثلا من الناس اللي انت تشوفها تبدا تفكر هتروح تخبي خالتك المطلقه فين بقى قبل ما يكتب عليها، تشوف بقى تروح هتتويها فين بقى عشان اول ما تشوفه وتحس بهبو الديور سوفاج والفيرزاتشي ايروس ده خلاص بقى. ما هو صعب يعني. انا لسه شايف له فيديو حرفيا كان واقف بيشوي فخد الجاموسه. انا شخصيا دلوقتي بفكر اروح له اصغر الثدي، خلاص الموضوع ما بقاش رفاهيه بالنسبه لي. انا اقدر اوعدك ان اللي بيلعب ده كله ده يختفي، وهيبقى دراعك كده، ده حجمه كده، كل ده كده هيتشال. خلصك من اللي بيلعب ده. جميلة وحلوة ما شاء الله. الله اكبر. احنا بقالنا كده اسبوع. ايوه حلو قوي، جميل، ممتاز. على اسبوع وريني الناحية التانية. ده كده ممتاز زي الفل. اقدر اوعدك ان انا هشيلك اللي بيلعب ده، يعني الموزه البتيلو اللي انت مكنفاها تحت باطك دي انا هشوحها لك. حول الله يا رب. الست بدراعها بقى كانها خارجه من عركه في الوراق، يعني كانت نازله جوله معاه المحرز كتامين في بوكسراته، اللي هو يعني لو حد رمى عليه السلام هتلاقيه بيتحسس مطوته كده وقايم يعمل وشه بيتزا كواترو فورماجي. لا الراجل يعني بقى باين عليه شاطر في شغله الصراحه يعني. دكتور حسام ممكن ما ترفعش عليا قضيه؟ انا وعدك من بكره هاجي اعمل تصغير ثدي، بس ارجوك ما ترفعش عليا قضيه يعني. ايه اخبارك؟ كويس. كويسة؟ قولي لي بقى عايزة ايه؟ عايز اظبط مناخيري. طيب العظمه طبعا هنا عاليه قوي، الارنبه عريضه شويه، من البروفيل التب نازله قافله على الشفه العلويه، لان الحاجز الانفي طويل اهو ومعوج تحت. طب يعني هو العظمه هنا عاليه قوي والارنبه عريضه قوي والتب من البروفيل نازله على الشفه قافله عليها، مفيش ركنه خالص. ده بيوضح بقى ان انت خلاص يعني مناخيرك دي مطب اهالي، يعني احنا محتاجين نكلم حد في هيئه المساحه يجي يحل بقى. مش عليا انا واحده ده بالظبط اللي هيحصل لك لو ما رحتش تتاوي خالتك في خلال تلت ساعه بالكتير. هتلاقيها طالعه في فيديو متخدره ب 10 مللي كريد افنتوس وبتكتب كتابها بقى، يعني يا تلحقها ما تلحقهاش. الشعر الرزي ده في قمه الخطوره، ده يعني ده بيتمركز عند سناتر الثانويه عامه وسيرك الكي، فروح انقذ اللي تعرف تنقذه بقى. انا قبل ما ادخل لك قعدت اسال يغششوني لان انا ماليش في الكوره. قالوا لي انت بتلعب في نادي الخليج السعودي مش كده؟ مع حد من عندنا من اسمه محمد شريف. انا اخر معلوماتي عن الكوره محمود الخطيب. ماشي معوجه خالص. طب
ما ده طبيعي تبقى دي اخرتك يعني. اي حد يلعب مع محمد شريف في نفس الفرقه ان شاء الله 6 دقايق اكسترا تايم، ما طبيعي تبقى دي حالتك. هو غالبا راح يصغر مناخيره من كتر الشخير. دكتور المهابل، هو في ناس مقتنعه ان الاعضاء التناسليه للانسان هي مصدر للمسبه او الشتيمه. بالعكس يعني احنا لو جينا نتكلم عن المهبل، ده عضو تناسلي موجود عند الانثى. المهبل ده من اهم الاعضاء الموجوده، وده اصلا المكان اللي انت اتولدت فيه وطلعت منه للدنيا. وكمان في دراسات كتيره بتقول جدا ان انت يعني اما بتعدي في المهبل اثناء الولاده دي بتكون طبعا اللي هي الولاده الطبيعيه، ودي حاجه مفيده ليك جدا. بس انت اما بتتولد اثناء الولاده الطبيعيه في المهبل بتكون في بكتيريا نافعه موجوده في المهبل. البكتيريا النافعه دي بتعدي عن طريق الجلد، وجلدك بيبدا يمتصها، والبكتيريا تروح للمخ. مهمه جدا عشان المخ يبدا يشتغل، ودراسات كتير اثبتت ان فعلا اما يعني فلنفترض في سيناريو ما انت ماشي في الشارع وجاء عريس الجنه وقفك وشتمك شتيمه ذكر فيها العضو ده، انت هتقف تقول له كده؟ انت دلوقتي في موقف خلاص انك اتشتمت، اتقلعت في كرامتك بقى، اتشطفت خالص يعني. هتقف بقى تشرح له بقى على تقول له على فكره ده مش شتيمه، وتشرح له بقى البكتيريا النافعه بقى في الولاده الطبيعي وعلاقه الراسماليه بالولاده القيصريه وتاثيرها على مبيعات السنكوريتا من بلبن، ويمسكك يولدك قيصريا، هيدوقك البكتيريا النافعه اللي على الرصيف. انا شايف اللي دخل شتمك مثلا او ضايقك ده ترد عليه تبلكه. بس انا مراعي من وقت للتاني يعني الواحد بيحتاج كومنتات البنات اللي هي يعني اسلم اللي ربوك يا راجل يا كوين، متربي 10 مرات يا جماعه، انا في نص كلوتي من تربيتك. انا بحس بالقرف لما اشوف اي حاجه عن الدوره الشهريه. انا بس عايز اقول لك معلومه بسيطه، ان الدوره الشهريه اللي انت قرفان منها هي كانت اول حاجه انت اكلتها في حياتك. دم الدوره الشهريه بيكون عباره عن بطانه الرحم اللي بتنزل كل شهر، ده في حاله لو ما حصلش حمل. اما لو حصل حمل فبطانه الرحم بتفضل موجوده وما بتنزلش، عشان ده بيكون المكان اللي هيتثبت فيه الجنين، عشان ده بعد كده بيكون الغذاء للجنين لحد ما المشيمه تبدا تتكون. فدم الدوره الشهريه اللي انت قرفان منه هو كان اول غذاء ليك في بطن والدتك. بس يا اسطى الله يرضى عليك، يعني انت مين يا ابني الدكتور اللي اخدك سماعك مقطوعه الفيزا والزارة العلمي اللي انت عمال تنشره ده؟ انا ولا في طب ولا عديت من قدام كليه طب يعني، حتى بعيدا عن ان طرحك مقرف ومصطلحاتك مكمكمه. الجنين بيتغرس في بطانه الرحم ما بياكلهاش ولا بيتغذى على اي حاجه متعلقه بالدوره خالص. وفي حد بيتغذى على حاجه، فانت بتتغذى على كومنتات النسوان بتاعت انت متربي 10 مرات، ردوده بتبرد قلبي بجد. يلا بقى يا دكتور اتجوز بسرعه عشان ابنك يكبر، والجواز هو الوحيد اللي حافظ وفاهم على النعمه، ولا هو حافظ ولا هو فاهم. يعني دكتور زينهم نفسه ينزل ديت، بس يعني لو نزلت ديت يعني حرفيا دكتور زينهم مشاكله كلها هتتحل، مش هنشوفه تاني لو مسك ايد بس. الله يرحمك يا دكتور ضياء والله، يعني كان بيصحى من النوم يطلق مراته لو قالت له الله ينور من غير يا دكتوره. بس كده يا جدعان، يعني الفيديو خلص، اشوفك على خيرة الله. ولو الفيديو الجاي ما نزلش في خلال اسبوع ده مش تقصير مني، يعني اعرف ان دكتور حسام خطفني وعمل لي تصغير الثدي. سلام بقى يما عشان رب العرش بيندهلي. سلمي لي على اخواتي يما وقولوا لهم ما يزعلوش.